بتبدأ حكايتنا في ولاية نيوجيرسي في أمريكا، وبنشوف دانيال ووالدته هم في طريقهم لولاية كاليفورنيا علشان والدة دانيال جالها شغل هناك. فبنشوف دانيال ووالدته بيوصلوا للمكان اللي هم هيقيموا فيه في ولاية كاليفورنيا، وبيكون عبارة عن مبنى كبير متقسم لشقق، وشقة دانيال بتكون رقم 20. وبنشوف دانيال بينزل عجلته من على العربية وشنطة هدومه، وعلشان يعرف يدخل من الباب فبيخبطه برجليه بحركة من حركات الكاراتيه، بس بنشوف الباب بيخبط في جاره الجديد فريدي. فبنشوف فريدي بيساعد دانيال في شيل العجلة والشنطة اللي معاه، وبيطلب من دانيال انه يعلمه الكاراتيه في الوقت اللي بيكون فاضي فيه. وبنشوف فريدي بيعزم دانيال على حفلة هيعملها هو واصحابه على الشاطئ علشان يودعوا الصيف. بنشوف دانيال بعدها بينزل يجيب سباك علشان حنفية الشقة باظت، فبيروح يخبط على سباك المكان بس بيكون مشغول ورفض يروح مع دانيال علشان كان بيحاول يصطاد دبانة. بعدها بنشوف دانيال في الشاطئ وبيلعب كرة مع فريدي واصحابه، وبيكون في بنت شدت اعجابه وبيكون اسمها آلي. بعدها بالليل بيكون دانيال واصحابه الجداد قاعدين، وبنشوف فريدي بيعرف دانيال ان آلي بتبص عليه طول الوقت وشكلها معجبة بيه. فبنشوف اصحاب دانيال بيرموا الكرة عند آلي وبيطلبوا من دانيال انه يروح يجيب الكرة من عندها، فبيتقابل دانيال وآلي. وبعدها بنشوف دانيال بيعلم آلي تنطيق الكورة. من بعيد بيشوفوا شاب اسمه جون بيكون حبيب آلي وانفصلوا عن بعض. فبنشوف جون بينزل على الشاطئ بالموتوسيكل بتاعه وبيكون عاوز يتكلم مع آلي، بس هي مش حابة تتكلم معاه. وبنشوف جون بياخد الراديو بتاع آلي وبيرميه في الارض وبيكسره، فبنلاقي دانيال بياخد الراديو من على الارض، وبنشوف جون بيكون متضايق منه علشان شافه مع آلي. فبنشوف جون بيزق دانيال بالراديو وبيقع دانيال على الارض، فبنلاقي دانيال بيهجم عليه علشان عاوز يضربه، بس بنشوف جون هو اللي بيضرب دانيال لدرجة ان دانيال بيقع على الارض وبيكون بيتألم. فبنشوف آلي بتحاول تطمن عليه بس دانيال بيرفض مساعدتها وبيطلب منها تسيبه لوحده. تاني يوم بنشوف دانيال بيوصل لمدرسته وبيكون لابس نظارة علشان عيونه من خناقته مع جون بتكون زرقاء. وبنشوف آلي في المدرسة فبيعتذر لها دانيال على الراديو بتاعها اللي اتكسر، وآلي بتعتذر لدانيال على انها كانت سبب في اللي حصل في عينه، وبنشوفهم بيهزروا مع بعض وبيضحكوا. بعدها على طول بيكون دانيال بيلعب كورة وفي واحد في الفريق اللي ضده بيوقعه على الارض قصد، فبنلاقي دانيال هجم عليه وضربه. فبنشوف مدرب الفريق بيخلي دانيال يمشي من الفرقة. فبنشوف بعدها دانيال فاتح كتاب عن الكاراتيه وبيحاول يتعلم منه الحركات. فبنشوف مياجي واقف على الباب وبيدخله دانيال علشان يصلح الحنفية. فبنشوف مياجي بيكون معجب بدانيال علشان بيتعلم الكاراتيه. تاني يوم في مطعم المدرسة وبنشوف آلي بتتكلم مع دانيال، وبنلاقي دانيال حاسب لها على الأكل وبيعرف منها إن الشاب اللي اتخانق معاه على الشط ده كان حبيب آلي بس هما انفصلوا من أسابيع. من ناحية تانية بنشوف دانيال بيدخل مركز لتدريب الكاراتيه بس بيلاقي موجود فيه جون، فبيخرج من المركز وبيطلع على المطعم اللي قصاد المركز لأنه والدته بتكون عازماه على الغدا. فبنشوف جون وأصحابه بيشوفوا دانيال في المطعم بعد ما بيخرجوا من مركز الكاراتيه شوية، وبنلاقي والدة دانيال بتسيبه وبتروح الشغل. بعدها بنشوف دانيال راجع البيت لوحده وراكب عجلته، ومره واحده بيظهر له جون واصحابه بالموتوسيكلات وبنشوفهم بيزنقوا بالموتوسيكلات بتاعتهم على دانيال، فبيقع على الارض وبيتعور في راسه. بنروح لوالده دانيال فبتكون لسه مروحه وبتشوف دانيال هو كمان مروح ومتعصب على العجله بتاعته وبيرميها في صندوق الزباله. فبتلاقي والدته ان دانيال اتعور تاني فبتكون عاوزه تعرف ايه اللي حصل له. فبنشوف دانيال بيطلب من والدته انهم يرجعوا لنيو جيرسي وانه عاوز يتعلم الكاراتيه. وبنلاقي دانيال ووالدته بيتحركوا على شقتهم، وبنشوف ان الانفعال اللي حصل ما بين دانيال ووالدته من شويه مياجي سمعه علشان كانوا منفعلين قريب من شقته. تاني يوم بنشوف دانيال بيتكلم مع آلي وبتطلب منه آلي انه يروح معاها نادي الالعاب، فبيوافق دانيال. بس هم خارجين من المدرسه دانيال بيشوف جون واصحابه واقفين بره المدرسه، فبنلاقي دانيال بيعتذر من آلي انه مش هيقدر يروح معاها. فبتحس آلي انه بيهرب من مواجهه جون فبتطلب منه ما يهربش ويواجه. فبنشوف دانيال بيطلب من آلي انها تتعامل مع الامور بطريقتها وهو هيتعامل مع الامور بطريقته. بيرجع دانيال للبيت فبيلاقي العجله قدام شقتهم متصلحه، فبيروح لمياجي وبيعرف ان هو اللي صلح عجلته فبيشكره. بنشوف مياجي هو قدام شجره صغيره وبيسويها وبيشيل الزيادات، فبنشوفه بيطلب من دانيال انه يجرب. فبيخلي دانيال الاول يغمض عينه ويتخيل شجره، وبيخليه يفتح عينه وبيديله المقص علشان يعمل صوره الشجره اللي تخيلها على النموذج اللي قدامه. فبيكون دانيال مش واثق ان الشجره تطلع صح، فبيقول له مياجي ان الشجره لو نبع من جواك هتطلع صح وكويسه وهتعرف تعملها. فبنشوف دانيال بيبدا يشتغل على الشجره اللي شافها. بعدها بشويه بنشوف والده دانيال داخله عليهم علشان تحاسب مياجي على تصليح الحنفيه، بس مياجي بيرفض ياخد فلوس. وبنشوفه بيديلها شجره وبتتحرك هي ودانيال، وبنشوف مياجي بيخلي دانيال ياخد الشجره بتاعته علشان يكمل عليها تدريب. من ناحيه تانية بنشوف دانيال بيقضي عيد الهالوين مع مياجي وما بيروحش الحفله اللي المدرسه عاملاها علشان بيكون مش عاوز يروح علشان
علشان بيكون خايف من جون. بعدها بنشوف دانيال في حفلة الهالوين ولابس ستارة حمام كبيرة، بس ألي بتعرف انه دانيال وبنشوفهم بيتكلموا بيهزروا مع بعض. بعدها بشوية بنشوف دانيال في الحمام وبيعرف ان جون في الحمام ومستخبي علشان بيشرب سيجارة، فبنشوف دانيال بياخد خرطوم وبيعلقه على مواسير فوق حمام جون، وبيكون موصل الخرطوم بالمية وبيفتح المية على جون وبيطلع يجري. فبنلاقي جون خارج من الحمام وبنشوفه بيجري هو واصحابه ورا دانيال. فبنشوف دانيال بيجري لحد ما بيوصل بيته، واللي بيفصله عن المبنى السكني بيكون سور من السلك كان دانيال بيحاول ينط من عليه، بس جون واصحابه بيمسكوه وبيضربوه بكل عنف. ومره واحده بيظهر مياجي فبنشوفه بيضرب جون واصحابه. مياجي بيلاقي دانيال مش عارف يتحرك فبيشيله وبيوديه لشقته وبيعمل له كمادات يحطها على وشه. فبيتفاجئ دانيال لما بيعرف ان مياجي هو اللي انقذه من الطلاب، وده بسبب ان مياجي راجل كبير وعجوز. وبيعرف دانيال ان مياجي اتعلم الكاراتيه من والده علشان عندهم عادات وتقاليد في بلدهم ان كل شخص لازم يتعلم حاجتين، صيد السمك والكاراتيه. فبيطلب دانيال من مياجي انه يروح معاه المعهد وبيوافق مياجي، وبيعرفه ان الكاراتيه في العقل والقلب ومش ممكن يكون في القوة الجسدية. تاني يوم بنشوف مياجي بيروح مع دانيال لمعهد تدريب الكاراتيه وبيلاقي اعلان عن بطولة للكاراتيه، وبنشوف المدرب بيتعامل مع الطلاب بعنف وبطريقة بتزرع الكره جوه الطلاب. وبيعرف المدرب ان مياجي هو اللي ضرب الطلاب بتوعه فبيتعامل معاه بشكل سخيف. مياجي بيتفق مع المدرب ان دانيال هيلاعب حد من الطلاب بتوعه في مباراة من مباريات المسابقة، بس بيطلب من المدرب ان يخلي الطلبة بتوعه ملهمش علاقة بدانيال لحد يوم المباراة والمسابقة. فبيوافق المدرب بس بشرط انهم لو ما جوش المباراة هيكون عرضة للضرب هما الاتنين. بيخرج مياجي ودانيال من المعهد وبنشوف دانيال متضايق من مياجي بسبب انه ورطه، فبنلاقي مياجي بيقول له انه حماه من الضرب لمدة شهرين. بعدها بنشوف مياجي ودانيال بيوصلوا لمكان مليان عربيات، وبنعرف ان ده المكان اللي مياجي هيعلم فيه دانيال الكاراتيه، بس بيطلب منه تنفيذ اوامره من غير ما يساله. فبنلاقي مياجي بيدي لدانيال جردل فيه صابون وسفنجة وبيطلب منه ينظف كل العربيات اللي موجودة في المكان، ويفتكر اتفاقه معاه انه ينفذ من غير اسئلة. فبنشوف دانيال بينظف ويلمع كل العربيات اللي موجودة في المكان. بنشوف بعدها دانيال وآلي بيخرجوا مع بعض وبيروحوا مدينة الالعاب وبيتفسحوا مع بعض. تاني يوم بنشوف دانيال بيروح لمياجي في نفس مكان التدريب وبيطلب مياجي من دانيال انه يصنفر الارض كلها بالصنفرة. فبنشوف دانيال بينفذ كلامه وبيخلص الارض بالليل. وبعدها بنشوف مياجي بيخلي دانيال يروح علشان يستريح ويجي بكره بدري. بيرجع دانيال لمياجي تاني يوم وبيلاقيه بيصطاد دبانة بعصايتين، وبيعرف دانيال ان اللي يقدر يصطاد دبانة بالعصايتين يقدر ينجز اي حاجة. فبنشوف دانيال بيجري وبيصطاد الدبانة بالعصايتين. فبنشوف مياجي بيقول له ان ده حظ مبتدئين. بعدها بنشوف مياجي بيدي لدانيال طلاق للجدار الخشب علشان يدهنه بطريقة معينة. فبنشوف دانيال بيسمع كلامه شوية، وبنلاقي مياجي جايب علبة دهان كبيرة وبيحطها قدام دانيال وبيطلب منه انه يكمل الدهان. فبيرد عليه دانيال انه قرب يخلص، بس مياجي بيقول له انه هيكمل دهان كل جدران الخشب اللي في المكان، وبتكون كتير جدا، بس دانيال بيكمل في الدهان وبيخلص كل الجدران الخشبية وبيروح لمياجي يعرفه انه خلص. فبنشوف مياجي بيسأله خلصت الجنبين، وبيكون دانيال خلص جنب واحد بس بنشوفه بياخد بعضه وبيروح يكمل الجنب التاني. بيخرج مياجي وبيلاقي دانيال شغال فبيطلب منه يروح ويجي بكره يكمل. تاني يوم بنشوف دانيال بيوصل للمكان وبيكون مياجي مش موجود، بس سايب رسالة لدانيال بيطلب منه انه يكمل دهان الجدران. فبنشوف دانيال بيكون منفعل، بس بنشوف دانيال بيكمل دهان البيت بنفسه. وبنلاقي مياجي دخل عليه ومعاه سنارة سمك وبيحاول يستفزه وقال له ان ناسها بقعة ما دهنهاش. فبنشوف دانيال بيكون ماسك دراعه من التعب وبيسأل مياجي ليه ما سألوش انه رايح يصطاد علشان ممكن يروح معاه. فبيرد عليه مياجي انه بيتمرن على الكاراتيه. فبنلاقي دانيال بيكون متضايق من مياجي علشان بيحس انه شغال عبد عنده وما اتعلمش اي حاجه ليها علاقه بالكاراتيه، وبقاله 4 ايام بيجي يمسح ويلمع عربيات ويدهن جدران البيت. وبنشوف دانيال عاوز يروح لبيته، فبنشوف مياجي بيوقفه وبيطلب منه انه يوريه الحركات اللي اشتغل عليها في مسح وتلميع العربيات وصنفره الارض ودهان الجدران والبيت. فبنشوف دانيال بيعمل حركات وهو واقف، وبنلاقي مياجي بيصد منه كل حركه. وبنشوف مياجي بيحاول يضرب دانيال برجليه، بس بنلاقي دانيال بطريقه غير اراديه بيستخدم الحركات اللي اشتغل عليها في الدهان والصنفره والغسيل والتلميع. وبنشوفه بيصد ضربات الرجل بتاعت مياجي، وبنلاقي مياجي بيطلب من دانيال يبص له في عينه وقال له تعالى بكره. تاني يوم بنشوف دانيال على البحر، وبنشوف مياجي بيطلب منه انه ينزل البحر ويوصل الميه لحد رقبته علشان يتعلم التوازن. فبنشوف دانيال بيتصارع مع موج البحر
البحر اللي كل شويه بيوقعه. دانيال وهو في البحر بيشوف مياجي واقف على خشبه مغروزه في الرمل وبيعمل توازن عليها وبيعمل حركات كاراتيه على الخشبه. بعدها بنشوف دانيال بيقدف بمركب في البحر ومعاه مياجي بيكون بيصطاد، وبنشوف مياجي بيطلب من دانيال يقف على طرف المركب ويتمرن علشان يتعلم التوازن. من ناحيه تانية بيشوف دانيال مياجي بيحتفل لوحده بالذكرى السنويه لموت مراته، وبيعرف دانيال ان مياجي كان عنده زوجة وطفل وماتوا بسبب المضاعفات وبسبب الحرب. تاني يوم بنشوف دانيال لوحده واقف على الخشب المغروس في الرملة وبيتمرن عليه، وواقف على أطراف المركب وبيتمرن على التوازن. من ناحية تانية بنشوف مياجي بيعلم دانيال الضربة بقبضة الإيد، وبعدها بنشوف مياجي بيحتفل بعيد ميلاد دانيال وبيديله هدية عبارة عن قميص كاراتيه. وبنشوف بعدها مياجي بيهدي دانيال هدية تانية، وهي انه بيخليه يختار عربية من العربيات اللي كان بيغسلها. فبنشوف دانيال في المنافسة وبيكون مش عارف شروط اللعبة، بس آلي بتساعده بتعرفه انه يضرب في الوش وعضلات الصدر. بتبدأ المباراة بنلاقي دانيال متوتر وبيخرج من الحلبة كل شوية، فبنشوف مياجي بيطلب منه انه يركز ويفتكر التوازن، وبنشوف الحكم بيطلب من دانيال ما يخرجش بره الحلبة عشان ده لو اتكرر هيكلفه نقطة. بيرجع دانيال للحلبة وبنشوفه بيضرب المنافس بتاعه بركلة في بطنه وبيكسب نقطة وبيكمل المباراة، فبنشوفه دافع وهاجم وكسب المباراة. بعدها بنشوف دانيال بيلاعب منافس من فرقة المعهد اللي كان عاوز يتمرن فيه، فبنشوف منافس دانيال بيضربه في وشه ضربة قوية، وبعدها بيرجع دانيال وبيحافظ على تركيزه وتوازنه وبيضربه وبيفوز عليه. بعدها بنشوف مياجي بيربط لزق على بطن دانيال علشان ما يحسش بالوجع. بعدها بنشوف دانيال بيوصل لنص النهائي، وبنعرف ان جون كان بطل لاخر نسخة من البطولة وكسب البطولة مرتين لسن اقل من 18 سنة. فبنشوف المباراة بتبدأ وبنشوف جون بيهجم على المنافس بتاعه وبيكسبه، وكل ده بيحصل ودانيال ومياجي بيتفرجوا على جون، وبيكون دانيال متوتر وخايف. بنشوف بعدها دانيال بيلعب في النص النهائي وهيلاعب طالب من طلاب مدرب المعهد، فبنشوف المدرب بيطلب من تلميذه انه يكسر دانيال ويخليه مش قادر يتحرك، فبيرد على الطالب انه ممكن يكسبه علشان لو عمل كده ممكن يتجرد من الأهلية وما يلعبش اللعبة تاني. فبيصر المدرب ان الطالب ينفذ اللي هو عاوزه ويخلي دانيال مش قادر يتحرك. فبتبدأ المباراة وبنشوف اللاعب اللي بيلعب دانيال بيضربه ضربة في رجليه في منطقة محظورة، فبنشوف دانيال بيقع على الأرض مش قادر يتحرك، وبنشوف الطالب اللي ضرب دانيال بيعتذر لدانيال، وبنلاقي الحكم بيقرر انه يسحب أهلية اللاعب عشان ضرب في منطقة محظورة وكان متعمد. وبنشوف الحكم وفقا للقانون بيدي لدانيال 15 دقيقة علشان يرجع للحلبة من تاني، ولو ما قدرش يرجع الكاس هيروح لجون تلقائي بسبب تخلف دانيال عن المشاركة. من ناحية تانية بنشوف مدرب المعهد بيسقف لدانيال وبيحييه بشكل مزيف، وبنشوف جون متفاجئ من اللي بيعمله مدربه. بنروح لدانيال فبنلاقي الدكتور بيعالجه، فبنشوف دانيال بيطلب من اللي موجودين يخرجوا، وبنشوفه بيتكلم مع مياجي عن انه كان شايف ان ممكن دانيال يكسب، فبيرد عليه مياجي انه كان قدامه فرصة كبيرة انه يكسب، بس دلوقتي هو اثبت وجهة نظره ومش شرط يكمل في المنافسة. بس بنشوف دانيال انه عاوز يكمل في المنافسة عشان كل ما يشوف الطلاب دول تاني هيحسوا انهم حطموا معنوياته. بعدها بنشوف المنظم بيكون هيعلن ان جون فاز بالبطولة، بس بنشوف آلي بتعرفه ان دانيال هيلعب، وبنشوف دانيال بيخرج للحلبة علشان يكمل مباراة النهائي ضد جون، وبنشوف دانيال بيكون بيتحرك على رجليه بالعافية. الحكم بيعلن ان النهائي بين دانيال وجون، واللي هيقدر يكسب 3 نقاط هيكسب المباراة. بتبدأ المباراة وبنشوف جون بيندفع بكل قوة على دانيال، وبنشوف دانيال بيدافع وبيصد ضربات جون، ومرة واحدة بيهجم عليه وبيضربه جون وبيكسب دانيال نقطة. بنشوف جون بيهجم على دانيال مرة تانية، بس بنلاقي دانيال بيوقع جون على الأرض من رجليه وبيضربه على ظهره وبيكسب نقطة تانية. بنشوف الحكم بيدي للاعبين وقت مستقطع، فبنشوف جون بيروح للمدرب بتاعه والمدرب بيطلب من جون يدمر رجل دانيال، فبنشوف بعدها جون بيضرب دانيال في رجليه وبيقع دانيال على الأرض وبيكسب جون نقطة، وبعدها بنشوف جون بيكسب نقطة كمان وبتكون النتيجة تعادل 2-2. في الجولة الثالثة بنشوف الاتنين بيضربوا بعض، فبنشوف الحكم بيديلهم جولة أخيرة من غير نقط فيها اللي مش قادر يكمل بيخسر، فبنشوف جون بيمسك رجل دانيال وبيضربه بدراعه، وبنلاقي دانيال بيكون مش قادر بسبب رجليه بس بيكمل المباراة، وبنشوف الحكم بيحذر جون بسبب الضرب في رجل دانيال بشكل غير قانوني. فبنشوف دانيال بيعمل حركة التوازن اللي كان بيعملها على الخشب المغروس في الرملة، واول ما جون بيقرب منه بنشوفه بيضرب جون الضربة القاضية في وشه بالرجل، وبنلاقي جون واقع على الارض وماسك وشه، وبنشوف الحكم بيعلن ان دانيال هو اللي فاز بالبطولة. فبنشوف آلي ووالدة دانيال وكل اصحابه بيطلعوا الحلبة وبيفرحوا معاه، وبنشوف جون هو اللي بيسلم دانيال الدرع، وبنلاقي دانيال اصحابه بيحتفلوا بيه وبيشيلوه، وبنشوف دانيال بيبص على مياجي وبيشاركوا فرحته، وبنشوف مياجي في وسط الجمهور وعينه في فرحة ونظرة فخر بدانيال.